في الوقت اللي اسعار التابلتس فيه بقى مبالغ فيها جدا وبقت غاليه زياده عن اللزوم، لينوفو قدمت صفقه ممتازه بكل المقاييس. النهارده الفيديو بتاعنا عن مراجعه لينوفو تاب ام 11 تابلت في الفئه الاقتصاديه، يستاهل انك تبص عليه بصه. اكتر حاجه بتميز التابلت ده ان هو جاي كومبو، انت مش بتحتاج تزود اي حاجه معاه، قلم وبيجي في العلبه، كفر ومن كواليتي ممتازه جدا وبيجي في العلبه، واكيد طبعا الشاحن دي حاجه مفروغ منها. فبصراحه التابلت هنا مديك العلامه الكامله في الباكجينج، واخد كل الكماليات والمشتملات اللي بتبقى عايزها مع اي تابلت. بس النقطه اللي اكتشفتها هنا ان القلم مش بيجي في كل النسخ، بيجي في نسخ معينه فعلى حسب البلد بتاعتك. دي نقطه حبيت انوه عنها، بس هو هنا في النسخه المتاحه بيجي بالقلم بتاعه. التابلت شكله بسيط جدا شبه اي تابلت موجود في الفئه الاقتصاديه، تصميم من المعدن، شاشه كويسه بحواف كويسه تليق ب 2025، مش هتتضايق خالص وانت بتستخدمه. ظهر التابلت هنا جاي بلاستيك، بس بصراحه لو ما كنتش عرفت المعلومه دي كنت هفتكره معدن. بصراحه الظهر هنا جاي بكواليتي ممتازه على قد ما هو بلاستيك، بس الماتيريال بتاعت البلاستيك اللي مستخدمه هنا كويسه جدا. التابلت بيجي بوزن 465 جرام، بس بالكفر وزنه بيتقل، وبصراحه لما استخدمته بالكفر لما بتشيله بتحس ان انت ماسك حاجه تقيله مش الخفيف. بس هو كتابلت لوحده وزنه خفيف للامانه، بس معاه الكفر بتحس ان انت شايل حاجه تقيله شويه. وبيجي بسمك 7.2 مللي، سمك كويس، وبيجي باربع سماعات ستيريو بالتعاون مع دولبي، ومخرج 3.5 مللي، ومخرج التايب سي اكيد بتاع الشحن. واللي بيميزه هنا انه جايب معيار امان ضد الميه الاي بي 52، معيار خفيف مش اقوى حاجه، بس برضه في نفس الوقت خلينا فاكرين ان التابلت ده تابلت اقتصادي. نروح للشاشه هنا اللي كانت مبهره معايا بصراحه. الشاشه بتيجي هنا بمقاس 11 بوصه، وبيجي بمعدل تحديث 90 هرتز. دي بقى هنا الميزه، هنا التابلت بيجي بمعدل تحديث 90 هرتز، بيبقى محسسك بسلاسه لطيفه جدا وانت بتستخدم التابلت. اول ما مسكته من قبل ما اعرف حتى اذا كان هو 60 هرتز او 120، حسيت من سلاسه الشاشه انه باين جدا ان هو مش 60 هرتز، بتبان جدا بجد وبتفرق. ال 90 على العكس بقى ما حسيتش بفرق كبير بين ال 90 وال 120، حسيت ان الموضوع متوازن، والوهله شكيت ان هو 120 مش 90 هرتز. فانت هنا بالشاشه دي هتاخد تجربه تصفح كويسه جدا ومرضيه جدا ليك في سعر التابلت. والسطوع بتاع التابلت زي كل التابلتس موجوده، تستخدمه تحت الشمس مش هتشوف حاجه، لازم تكون في اوضه او في مكان الاضاءه بتاعته معقوله. ده الطبيعي وده اللي في كل التابلتس بيبقى متاح. فانا شايف الشاشه هنا تاخد تقييم كويس جدا، خصوصا الهرتز العالي مع تجربه الشاشه. هتاخد هنا في الشاشه دي تجربه استثنائيه. ننقل على الاداء والمعالج. والمعالج هنا بيجي الهيليو جي 88، مش وحش، كويس، هيأدي لك الاداء اليومي مع شويه جيمز. لسه هنيجي للجيمز. مع التصفح خفيف، الموضوع هيبقى لذيذ جدا معاه. النسخه اللي معانا دي 4 جيجا رام و128 جيجا مساحه داخليه. لو جايب التابلت بغرض الدراسه او كده هيأدي الغرض وزياده كمان. اهم حاجه لما تتعامل مع التابلت هنا عشان يديك الاداء الكويس، ما تفتحش تابس كتير في الخلفيه وتسيبها تاكل من الرام. الموضوع مش هيبقى لذيذ معاك، وهتبتدي تحس بشويه باجز وجلitch خفيف كده. وننقل دلوقتي على تجربه الالعاب. والتجربه هنا بصراحه فاجئتني. الهيليو جي 88 على الامكانيات المتواضعه دي شغل بابجي باداء كويس، وكانت مستقره على الفريمات اللي شغاله بيها. وفي نفس الوقت برضو هسيبكم شويه مع تجربه الجيمنج، اتفرجوا وترجعوا. شغلنا بابجي، ادائها كويس معقول. كنت متوقع بصراحه يبقى فيه فريم ريت بتقع، كنت متوقع ان الموضوع يوقع فريمات، بس لا بصراحه الموضوع كان لذيذ جدا، ما وقعش فريمات. لما كنت حتى بخش فايت او كده كان الموضوع ثابت ومستقر.
ولعبنا بيس برضه استغربت، انا كنت مشغلها على اعلى جرافيكس، مشغلها على اعلى اعدادات. اللي انتم شايفينه ده كان اعلى جرافيكس واعلى اعدادات للعبه زي بيس، لعبه تقيله مش اي جهاز يقدر يشغلها بالاداء ده. برضه ادتني اداء وتجربه مرضيه جدا للتابلت في سعره. وجربت بقى هنا وتهورت وجربت تجربه محاكي خفيف شويه بي اس بي، قلت نجرب العاب الطرف الثالث نشوف ادائها هيبقى عامل ازاي وهتعمل ايه. بصراحه الاداء كان مرضي جدا، ما تعملش اب سكيل للجرافيكس وهتاخد اداء كويس جدا. فجربنا العاب المحاكيات وبصراحه خدنا اداء كويس جدا، بس ما تعليش ولا تعمل اب سكيل للجيمز، هتاخد اداء كويس ومستقر. بس مش كل المحاكيات دي كانت عينه كده ان انت تقدر تركب ايد تحكم وتعيش تجربه مختلفه تماما في الجيمنج مع تابلت برضه اقتصادي. ودلوقتي هننقل لاستخدامات الاختراع اللذيذ ده اللي انا ما كنتش عامل حسابه وكنت شايف ان هو قطعه ملهاش قيمه، بس لما جربت التابلت بصراحه لا، تجربته مميزه خصوصا على النوتس، بيكتب كويس مش الافضل بس برضه اداؤه معقول ومبرر في سعره، خصوصا ان هو جاي زياده على الباكج، فالموضوع لذيذ جدا. تجربه الكتابه كانت كويسه جدا وانا بصراحه عجبتني جدا وقعدت العب عليه شويه وارسم عليه شويه رسومات. ده غير كمان التطبيق اللي فاجئني بجد وابهرني، تطبيق الاله الحاسبه بالكتابه. انت بتكتب المعادله وبتطلع لك المعادله زي ما انت كتبتها، هو بيعالجها وبيحولها لك لمعادله حقيقيه ويبتدي يحسبها لك اوتوماتيك. دي كانت بجد نقطه كويسه جدا في التابلت، فبصراحه دي نقطه للينوفو يعني شابوه عليه، نقطه لذيذه جدا وفرقت معايا في تجربتي، ولو حد بيدرس بالذات هتفرق معاه جدا جدا جدا. ونروح دلوقتي للبطاريه. البطاريه هنا مش الاكبر، 7040 ملي امبير، رقم مش الكبير، في الفئه دي اكبر منه. وكمان سرعه الشحن 10 واط مش 15 واط، برضه في تابلتس اسرع منه في سرعه الشحن. بس برضه لما نبص من بره على الباكج كامله كده كده البطاريه مش هتفصل معاك يعني غير بعد استخدام تقيل جدا لليوم، بس مش هيقعد معاك اليوم الثاني، هتحتاج تشحنه لو قعدت عليه بشكل مكثف الى حد ما. فنقطه البطاريه هنا كان في احسن، بس برضه مبرر في الفئه السعريه اللي نازل فيه. ودلوقتي هنتنقل لتجربه الصوت ونشوف الاربع سماعات بيدوا اداء عامل ازاي. انا بصراحه اشوفهم كويسين، الاداء معقول مش اقوى حاجه، الصوت مش عالي، كنت متوقع اربع سماعات يدوا صوت اعلى من كده، بس برضه صوتهم كويس ومعقول جدا. لو انت قاعد في اوضتك او كده مش هتحتاج اكتر من الصوت اللي طالع من التابلت ده، هيبقى كافي ووافي جدا جدا جدا. ونروح للكاميرات، والكاميرات هنا معروفه كاميرا زي اي كاميرا في تابلت، مش هتاخد اقوى اداء، هتاخد اداء يكفيك بس للفيديو كول والحاجات المعقوله. وهسيبكم مع تجربه الكاميرا. دلوقتي احنا بنسجل وبنجرب الكاميرا الاماميه من التاب 11 من لينوفو، بنشوف دلوقتي تجربه الكاميرات عامله ايه. وهننقل على تسجيل الفيديو. فانا شايف ان في تسجيل الفيديو الكاميرا سوفت شويه، مش اقوى اداء كاميرا موجود، بس برضه زي ما بنرجع وبنقول في كل مره لكل تابلت، الكاميرات هي مجرد سبورت مش حاجه اساسيه زي التليفون. انت ممكن تختار تليفون مخصوص على اساس الكاميرا. وده دلوقتي تصوير بالكاميرا الخلفيه، ونشوف دلوقتي الاضاءه برضه ضربه فيا والاضاءه قويه. لازم نعرف مع دوشه موجوده حواليا نشوف برضه المايك هيتصرف ازاي وهيهندل الموضوع ازاي في تصوير الفيديو. دي كده تجربه. ودلوقتي هنرجع للصوت الطبيعي بتاعنا من المايك ونرجع لطبيعتنا ويلا نخش في اللي بعده. زي ما كنا متوقعين اي كاميرا في تابلت ما بتبقاش رقم واحد ولا حتى رقم اثنين، بتبقى كاميرا معموله للفيديو كول، او لو عايز تصور حاجه وانت مضطر تصورها من التابلت. اي حد معاه تابلت بيبقى معاه تليفون جانبي بكاميرا احسن بكتير يقدر يعتمد عليها التصوير. نروح للحاجات الجانبيه اللي عجبتني ومميزات زياده في سوفت وير التابلت، وهي ان انت ممكن تقدر تربط التليفون بتاعك بالتابلت وتعمل اكسس للملفات اللي على التليفون وتاخدها اوتوماتيك، وتقدر تخش عليها من خلال التابلت وهي على التليفون، وتسحب منها اي حاجه لو عايز تحطها على التابلت من غير ما تحتاج شير، من غير ما تحتاج برامج خارجيه. برنامج بيلت ان بتنزله بس على التليفون وتخش ويبقى ليك اكسس كامل على الملفات والصور وكل حاجه موجوده على تليفونك الشخصي. وطبعا جربت برضو شويه اديت، قلت اشوف عشان لو حد عايز يعمل مونتاج بسيط. جربنا برنامج كاب كات والنتيجه كانت كويسه بصراحه. كنت متوقع الموضوع يبقى اتقل من كده في السكرولنج والتنقل حتى بين الافكتات وكده، لا الموضوع كان لذيذ، كان خفيف، ما حسيتش ان انا بعاني او حسيت ان انا مخنوق وانا بجرب الموضوع. لا الموضوع لذيذ، مش الاسرع مش الاقوى بس متوازن وكويس. في بيرولز كتير اتصورت، لو نسيت حاجه وانا بقول الشرح هبقى اضيفها لكم في المونتاج.
بس لو جينا بقى بصينا للعيوب او الحاجات اللي ما اتبسطتش بيها قوي، فهي تختصر في كام نقطه بس، منهم السطوع بتاع الشاشه بس برضه مقدور عليه لو هتقعد جوه، محدش هيستخدم التابلت بره في الشارع. الحاجات العيوب اللي ممكن حسيتها قوي هي سرعه الشحن والبطاريه، لكن دونا عن ذلك ما اقدرش احطها عيوب. الكاميرا ما اقدرش احطها في العيوب، ما اقدرش احط البرايتنس او السطوع بتاع الشاشه في العيوب، لانها مهما حصل تابلت اقتصادي وبيقدم لك باكج كامله مش مجرد نقطه. ده مش الحاجه اللي انا اقدر اقيمها بشكل جارح قوي لازم تفوت له لانه تابلت اقتصادي. وبس كده. قول لنا لو عجبك الفيديو، قول لنا في الكومنتات وقول لنا ايه رايك في التابلت، ولو في حاجه احسن منه في فئته السعريه اكتبها لنا في الكومنتات. وبس كده. وما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب. كان معاكم حازم تك فيو. سلام.